الا قلت لك اليوم قصه عن اكل لحوم البشر، ان فوا تفكيرك غادي يمشي لبلاد غربيه، ولكن لا، هاد القصه وقعت في بلد عربيه، فتبعوا معايا. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه قصص مع محمد. اليوم قصتنا عن اكل لحوم البشر، والقصه اللي وقعت في بلد عربيه واللي هي العراق. ابطال القصه ديالنا اليوم اللي معروفين باسم عبود ومرتو. عبود ومرتو كانوا اول ناس في الدول العربيه اللي كلاو لحم البشر، وهادشي بسبب اش؟ بسبب الحروب. زمان كانت كتوقع الحروب بزاف وبكثره، وملي كانت كتوقع هاد الحروب كان كيوقع حجر، يعني كيوقع واحد الحجر ممنوع مدينه تخرج من عند مدينه واحده اخرى، يعني ما كاين لا استيراد ولا تصدير. واحد المدينه اللي وقع عليها الحجر وما بقات لا كتخرج ولا كيدخلوا الناس ديالها، كان وقعت فيها مجاعه، ولات الناس ما كتلقاش ما تاكل، فالتجأت ولات كتاكل القطوط والطوبات والفيران حاشاكم، يعني اي حاجه ممكن تصاد كانوا كيصيدوها. واحد النهار عبود ومرتو ملوا من هاد الاكلات ديال القطوط والفيران حاشاكم، فقرروا يديروا واحد التجربه واللي هي ياكلوا لحم البشر. وكانت اول ضحيه لهم مراه مسنه، يعني كبيره في السن، اللي استدرجوها وعبود قتلها ومرتو طيباتها. ولكن عبود فاش كان كيعاود القصه ديالو للقاضي في المحكمه كان كيعاود باللي ديك المراه كان لحمها قاصح وما بغاش يطيب ليهم، ومني كلاوها حاشاكم الليل كامل هما كيردوا، فلذلك قرروا باش ياكلوا لحم ديال الاطفال. يعني كما كنعرفوا لحم الاطفال غادي يكون فتي، لحقاش يعني مازالين صغارين لحمهم فتيه، فكانوا كيستدرجوا الاطفال. غادي تقول لي كيفاش كانوا كيستدرجوهم؟ عبود ومرتو كان عندهم ولد صغير في السن، كانوا كيطلقوه يخرج يلعب مع الدراري، ومني كيسالي اللعب ديالو معاهم كيستدرج واحد فيهم كيقول له يلاه نكملوا اللعب في دارنا. فديك الطفل كيخصو غير يلعب، كيمشي يلعب معاه في الدار. فاش كيمشي معاه في الدار عبود كان كيقتلو، ومرتو كانت كدير الخدمه ديالها، فولاو مدمنين على اكل لحوم البشر، خصوصا الدراري اللي ما كيتجاوز العمر ديالهم ما بين 6 سنين حتى 10 ديال السنوات، فولات عندهم ادمان. حتى لواحد الوقت فتحوا مشروع، والمشروع ولاو كيقدموا فيه الاكل، والاكل طبيعه الحال اللي هو اكل ديال البشر، وكانوا مختصين في اكله واللي هي اللحم دراس. كانوا كيشدوا ديك الضحيه اللي هو الطفل، وكانوا كيستخرجوا اللحم من الراس ديال الدري الصغير، واللحم بوحدو كيخليوه، والعظام كانوا حافرين واحد الحفره في الدار وكانوا كيديروا فيها ديك الجماجم. فاش خداو ديك المحل باش خدموا فيه وانتشر ليهم، نجح ليهم المشروع، كانوا الناس كتاكل ديك اللحم وكتجيهم لذيذه، نجح لهم ديك المشروع. فالحفره اللي كانوا دايرينها في الدار ضياقت بالجماجم، فحفروا واحد الحفره كبيره حدا المحل اللي كيخدموا فيه، يعني المطعم، حفروا واحد الحفره كبيره، وكانوا مشهورين كي قلت لكم اكلات اللحم دراس. وتخيل انت غادي انت مع وليداتك تاكل في شي مطعم وانت كتاكل وعاجبك الماكله وراك ما عارفش بلي كتاكل لحم بشري. وبقاو كيمارسوا ديك الجرائم اللي كانوا هما واخدينها كعمل كوظيفه، بقاو مستمرين فيها سنين. ولكن المدينه صغيره تعرفت فيها باللي الاطفال كيتختفاو، فكيفاش غادي يتعاقوا عبود ومرتو؟ بالصدفه واحد السيد دايز من جنب ديك المطعم، فشاف ديك السيد واحد الحفره وخارجه منها ريحه كريهه. ديك الحفره كانت باينه باللي محفوره، يعني ديك الحفره كاينه بقعه ديال الارض دايره وبين التراب فيها من الفوق، يعني باينه محفوره وخارجه منها واحد الريحه كريهه. علاش؟ عبود ومرتو كانوا فاش كيستخلصوا اللحم من الجسم ديال الدري الصغير كانوا كيلوحوا ديك البقايا مع الجماجم في ديك الحفره، فمشى علم الشرطه، والشرطه جات وحلات ديك الحفره ولقاتها عامره جماجم. وفاش تقدم عبود هو ومرتو للمحكمه كان كيعاود للقاضي وهو بحال ما وقع والو، كان كيقول له باللي اطيب اكله كلاوها في حياتهم اللي هي لحم الراس ديال الدراري الصغار. كان كيعاودها بواحد البروده ديال الدم. وقال له القاضي شحال تكون منين بديتي كتقتل الدراري وتاكلهم، شحال تكون من ضحيه قتلتي؟ جاوبوا عبود بكل بروده، قال له ما بقيتش عاقل، الا بغيتو يمكن لك تمشي للحفره اللي عندنا في الدار
والحفره اللي كاينه في المطعم، ومنها غادي تحس بالجماجم، حيت ما كناش كنلوحوهم في شي بلاصه ولا كنحطوهم في ديك الحفاري. ممكن تحسبها. وفي نظرك انت اللي هما خدموا 4 ديال السنوات في التجاره في الدراري الصغار، شحال غادي يكونوا قتلوا؟ على الاقل غادي يكونوا قتلوا 3 في السيمانه. فالقاضي حكم عليهم بجوج بهم بالاعدام شنقا امام الملأ، فخرجوهم من وسط المدينه على 2 حمير، عبود ومرتو. والناس اللي كتبزق عليهم، اللي كترجمهم بالحجر، واللي زاد ألمني بزاف هي واحد السيده كبيره في السن وقفت حداهم وقالت لهم عبود ومرتو كلاو ليا 3 من ولادي. فكانت هذه هي قصتنا ديال اكل اللحوم. نتمنىكم تكون عجباتكم القصه، فما تنساش لايك واشتراك في القناه. الى اللقاء.